حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب نظيره جيرونا ب4-1 في الجولة 29 من الدوري الإسباني على أرضية ملعب مونتجويك. وتقدم برشلونة في الدقيقة 44 بعد كرة من ضربة حرة مباشرة سددها لامين يامال، ثم ارتطمت في لاديسلاف كريتشي وسكنت الشباك. وتمكن جيرونا من تسجيل هدف التعادل عن طريق أرنو دانغوما في الدقيقة 52، وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 62. في الدقيقة 86 سجل فيران توريس هدف رابع بعد كرة وصلت له، ثم دخل منطقة الجزاء وسدد كرة في الشباك ببراعة. ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة في الصدارة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد. إذا أعجبك الفيديو قم بمتابعة القناة لكشان يوصلك الجديد، وشاركه مع أصدقائك لكشان تعمل فائدة. هذا كل شيء عن المباراة الرائعة اللي حقق فيها برشلونة انتصارا كبيرا. لننتظر المزيد من الإثارة في المباريات القادمة. بينما يتطلع الفريق نحو المستقبل، يستعد اللاعبون والجمهور لمزيد من اللحظات المثيرة والمنافسات القادمة التي ستسجل في تاريخ النادي.